نفرض ان واحد نفسه يشتغل في الحكومه، يدفع الاف الالاف علشان يشتغل في الحكومه، نفسه يضمن مستقبله، عايز يبقى له معاش، بعد كده ياخد ايه من الحكومه؟ ملاليم. لا وكل نفسه ولا وكل امه ولا وكل اخواته ولا وكل اي حد هو مسؤول عنه. يضطر يعمل ايه؟ انه يسرق، يختلس، يرتشي. دي مش جريمه؟ مواطن نفسه انه يتعالج، الحكومه توفر له سبل العلاج، يخش المستشفى سليم يطلع عيان. دي مش جريمه؟ لما واحد نفسه يعلم ابنه المدارس الحكوميه المجانيه، داخل الولد المدرسه الاف الجنيهات للدروس الخصوصيه، وفي الاخر يا ريت يطلع الولد متعلم او فاهم اي حاجه. دي مش جريمه؟ واحد شاب اتعلم في الكليه 4 أو 5 سنين دراسه ودح وكب 2 ألف 4 وإيشي وأحلام وأمال، وهطلع وهتخرج وهبني وهعمل أسرة وهعمل بيت وهعمل. مفيش شغل، اضطر يشتغل أي شغل، أي شغلة، أي حاجة. مفيش. أعرف ناس اتخرجت من الجامعة بعد دراسة اشتغل دلوقتي ورا صبي علمة يمسك سجارة. أنا لا أسخر من هذه المهنة، ولكن ماذا أفادوا هذا التعليم؟ 4 سنين بيدح في تعليم. دي مش جريمة؟ جريمة طبعا. شاب نفسه إنه يتجوز، عايز يتجوز، يحب واحدة عايز يتجوزها، أسرق. دي مش جريمة؟ واحدة بقى أيا كانت الظروف بتبيع نفسها علشان الفلوس. دي مش جريمة؟ ترجع من بره، ولنفرض إن الإنسان راجع من بره بعد غربة طويلة وداخل بيته، يقابله أخ من إخواته يقول له إيه اللي رجعك؟ ارجع من مطرح ما جيت، وأخ تاني يقول له هات لو معاك فلوس هات. دي مش جريمة؟ لما تقضي عمرك كله بره بتحلم إنك تعيش عيشة كويسة، دي مش جريمة؟ جريمة. طب بذمة يا أستاذ عمرو، الحاجات دي كلها ما تضحكش؟ الحاجات دي ما تضحكش، الحاجات دي تبكي يا استاذ محمد. الشاعر العظيم أبي الطيب المتنبي قالها زمان: وكم ذا بمصر من مضحكات ولكنه ضحك كالبكاء.